ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفيني بتمنى منك انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على اشعار الكل علشان يوصلك كل جديد. وما بتنسيش تعملي لايك للفيديو، دعم للقناه ودعم ليا شخصيا عشان اكمل لكم في الفيديوهات. هعمل النهارده معاكم شوربه عدس كده خفيفه، من غير بقى ما تقللها وتشيلها والحاجات دي كلها. طريقتها بسيطة خالص وسهلة ومكوناتها حلوة جدا ومغذية جدا. بجد تنسى اي طريقة عدس انت بتعمليها. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. وكمان هعمل معاكم كده ازاي صوص كده بيتحط عليها حلو قوي. هو عبارة عن معلقتين كده من الزيت وعليهم شوية من البابريكا وشوية من الكركم. اقلبهم كده كويس قوي مع بعض وارشهم ايه على الوش كده، بيدوني نفس حلو وطعم حلو قوي في الاكل. اهي بس الشكل دوت كده بوزعها على الوش. بجد جربي الطريقه دي هتدعيلي وهتنسى اي طريقه عدس انت بتعمليها يعني. وكمان كنت محمره جنبها عيش كده. العيش البلدي العادي اللي احنا بنشتريه العادي، بقطعه كده بمقص واحمره في الزيت. آه، بيديني طعم حلو قوي جنب الاكل يعني. تعالوا بقى نخش على الفيديو نشوف عملنا طريقه العدس الحلوه دي ازاي. اول حاجه في حله على النار كده حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت. حطيت عليها كمان مكعب خضار، هسيبه كده يدوب حلو في الزيت. كده تمام كويس قوي. هنزل عليه كده ببصلايه متقطعه مكعبات. هشوحها كويس في الزيت. عليهم كده 8 فصوص من الثوم. انا كل يعني اي تقطيع انت حابه تقطيع ان كل ده يتضرب في الاخر في الايه، في الخلاط او في بالهاند بلندر. هشوح بقى كويس قوي البصل والثوم. وبعد كده هنزل عليه كده بجزر. ده متفرز، كنت مفرزاه وطلعت كده منه شويه. وحطيت الجزر اول حاجه لان هي ايه بتاخد تسويه كتير. كده تمام. وحطيت كمان كده معاها، بس هو اتمسح في المونتاج انا اسفه. حطيت معاها طماطم وحطيت معاها مكعبات بطاطس. حطيت عليها شويه من الكركم، وشويه من الكمون وشويه من الكزبره. تمام، بس الكلام ده ما حطيتهمش قدامكم، شلتهم في المونتاج عشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام. اخر حاجه غسلت كده كوبايه من العدس، هحطه عليها. هشوح بقى الكلام الحلو ده كله مع بعض شويه.
يعني انا حطيت الاول حاجه البصل، وبعد كده حطيت الثوم، بعد كده حطيت الجزر، بعد كده البطاطس، بعد كده الطماطم، بعد كده اخر حاجه العدس. والبهارات حطيت ملح، مكعب خضار، شويه من كمون، شويه من كزبره، شويه من كركم. تمام. وشوحت فيهم كويس قوي على النار. هنزل عليهم كده بحوالي 4 كوبايات كبار مليانين، يعني اسفه، مغليين بالميه. وهسيبهم لمدة حوالي تلت ساعة كده على نار هادية لغاية ما يستوي خالص معايا العدس. وهوريكم هنعمل فيه ايه تاني. هغطي عليه واسيبه يستوي براحته. بصوا كده يا حبايبي، كده بعد ما سبت حوالي تلت ساعة على النار، استوى الاكل معايا حلو قوي اهي بالشكل ده. هسيبه لما يبرد شويه، وبعد كده هضربه في الخلاط، او انت لو عندك الهاند بلندر عايزه تضربيه فيه مفيش مشكله. اهو كده حبيبي، كده بعد ما ضربته بالشكل دوت، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، من غير بقى ما تحطي له طش توم ولا اي حاجه. تمام. يا رب الفكره بتاعت النهارده تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا باللايك عشان تشجعوني كده ان انا اشتغل في فيديوهات الصيام. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.